السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ نادي الخلود السعودي اللي لسه صعد السنه دي لدوري الروشن للمحترفين، عيون كل المسؤولين فيه على الدوري المصري وبالاخص الاهلي والزمالك. في الزمالك المؤكد حاليا هو المدير الفني جوزيه جوميز، هو اللي على رادار الفريق لحد دلوقتي، وده قلناه في فيديو سابق. والفريق فعلا دلوقتي بيفاوض المدير الفني بقوه كبيره، يعني بنسبه كبيره ممكن نلاقي المدير الفني جوزيه جوميز هو المدير الفني لنادي الخلود الموسم القادم. اما بالنسبه للاهلي فنادي الخلود عينه على 3 لعيبه كبار في الاهلي. ال3 لعيبه دول مين؟ بالترتيب هناخدهم. كهربا، وده اتكلمنا عنه في فيديو سابق ان هو بنسبه كبيره هيكون في نادي الخلود السنه اللي جايه اذا فضل مارسيل كولر على طريقه عناده مع كهربا، والموضوع ما اتحلش ما بين كولر وما بين كهربا الفتره اللي جايه. والتاني هو اليو ديانج، والتالت هو بيرسي تاو. فكده عندنا كهربا واليو ديانج وبيرسي تاو، بس بنسبه كبيره اللي هيتنقل لنادي الخلود هو كهربا واليو ديانج. اما بيرسي تاو لسه الموضوع متوقف على التجديد مع اللاعب، وممكن الاهلي يفاجئنا خلال الشهرين اللي جايين دول ان هو يمضي مع اللاعب ويجدد عقده، ونبص نلاقي بيرسي تاو مكمل في الاهلي. اما في حاله عدم التجديد فانا اتوقع ان الاهلي ممكن يبيعه الخلود علشان يقدر يستفيد منه ماديا قبل ما تيجي فرصه ان اللاعب ممكن ينتقل حر، وفي الوقت ده تضيع الاستفاده الماليه للنادي الاهلي. بصراحه انا كاهلاوي ما اتمناش ان ال3 دول يمشوا من النادي الاهلي، لكن كهربا بالوضع الحالي مع مارسيل كولر اعتقد الموضوع صعب جدا ان هو يكمل مع مارسيل كولر، فممكن بنسبه كبيره كهربا هو اول الراحلين عن الاهلي واول المتعاقدين مع نادي الخلود السعودي. ويليه في المركز الثاني اليو ديانج. اليو ديانج انا شايف ان هو لو جاب رقم كويس نستفيد من اللاعب ماديا، وفي بدايل موجوده دلوقتي، لكن هو لا غنى عنه بصراحه. بس لو هيجي عقد احتراف كويس للاعب انا ما عنديش مشكله ببيعه. اما اللاعب الوحيد اللي نفسي بجد ان هو ما يمشيش من النادي الاهلي هو بيرسي تاو. بيرسي تاو لازم على اداره النادي الاهلي انها تجدد عقد اللاعب وما تسيبوش كده ان هو حتى يمشي، اذا كان بمقابل او انه يتنقل انتقال حر. وبالنسبه لجوزيه جوميز هو الموضوع سهل جدا، هو شرط جزائي هيدفع، ونادي الخلود بالنسبه له الارقام دي قليله جدا بالنسبه للدوري السعودي عموما، وبالنسبه للمنافسه الكبيره اللي موجوده في الدوري السعودي والارقام اللي بتدفع، فهو كنادي صاعد ما عندوش مشكله ممكن يدفع اي شرط جزائي ويستفيد بواحد زي جوزيه جوميز، وهو فعلا مدرب ممتاز، ولو راح فعلا الدوري السعودي هيقدم مستويات كويسه مع النادي ده. حابب اقول في نهايه الفيديو يا ريت ما ننساش حق احمد رفعت ونفضل فاكرينه، ولازم دايما نتكلم في موضوعه، ودايما نتكلم عن المسؤولين عن ازمه وفاته. الناس اللي ظلمته والناس اللي جت عليه والناس اللي استغلت طيبته لازم يتحاسبوا، ولازم نفضل وراهم لحد لما يتحاسبوا. ما تخلوش الدنيا تاخدكم، وما تخلوش المباريات تاخدكم والتشجيع والمنافسه، لا، اهم حاجه السنه دي ان احنا نطلع بتغيير جذري في منظومه الرياضه في مصر، وبمحاسبه المسؤولين عن موت احمد رفعت. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له، ودايما ما تنسوهوش من دعائكم، ويا رب يصبر اهله على فراقه. شكرا لكم، ونشوفكم في فيديوهات تانية باذن الله رب العالمين. سلام.